هقول لك على واحد من افضل الاماكن في اسكندريه اللي بتعمل سمك. اتلحلح وتعالى وحوح. وده اسم وجبه عندهم، اتلحلح وتعالى وحوح. وده عباره عن 8 جمبري جامبو مقلي او مشوي ورز وسلطه. ومش بس كده، اللوكيشن بتاعهم جامد قوي قدام بلبع على طول في سيدي جابر. ميزه بقى مش هتلاقيها في اي مكان تاني، ان انت وانت هناك تقدر تختار السمكه اللي انت عايزها وتنزلك على الترابيزه بمنتهى الجمال. ولان وحوح جامد قوي في القاهره فحب يفتح مطعم تاني هنا في اسكندريه ويولع الدنيا. ميزه بقى ممكن ما تلاقيش في اي مكان تاني، ان المكان ده كل اسبوع بيعمل عروض جامده قوي. ولان وحوح جامد قوي في القاهره فتعالى اقول لك بقى اللي في اسكندريه اجمد بكتير، عشان هو متوصيين قوي بالجمبري. وانت عارفين الجمبري الاسكندراني يا جماعه حاجه كده جامده قوي، بيعمل الجمبريه كده في حاجه كده زي الكفته كده، العمود الخشب ده، فانت تحس انت بتاكلش جمبري، بتحس انت بتاكل كده حاجه من عالم اخر. بالنسبه لجوده الاكل كانت عالميه يا جماعه، عالميه عالميه عالميه. والاستاف كمان كان ذوق جدا. واجي في اخر الفيديو اقول لك اديني سبب واحد بس ما يخلكش تجرب الجمبري بتاع وحوح. تعالوا بقى اكلمك شويه كده عن المكان يا جماعه شيك جدا، وينفع ان انت تتصور هناك صور جامده. وما تنساش اول ما تروح هناك تقول لهم انا جاي من تبع خالد فين وتلحلح وتعالى وحوح. وما تنساش اللايك بتاعك الحلو لو عجبك الفيديو.